انتهت مباراة المغرب وتنزانيا التي أقيمت اليوم ضمن إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 بفوز المغرب بنتيجة 2-0. سجل هدف المغرب الأول نايف أكرد في الدقيقة 51 بعد ما استغل ركلة ركنية نفذها زميله ببراعة ليسددها مباشرة بقدمه داخل الشباك، ثم أضاف إبراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 58 من ضربة جزاء. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المغرب إلى 15 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد تنزانيا عند 6 نقاط في المركز الثاني. شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من المنتخب المغربي، حيث حاول تسجيل هدف مبكر لكنه اصطدم بدفاع قوي من منتخب تنزانيا الذي اعتمد على الهجمات المرتدة. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف. مع بداية الشوط الثاني ضغط المنتخب المغربي بقوة حتى نجح نايف أكرد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 51 بعد تنفيذ ركلة ركنية متقنة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء ليسددها بقدمه بقوة في الشباك، معلنا تقدم المغرب. بعد 7 دقائق فقط حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء نفذها إبراهيم دياز بنجاح ليضاعف النتيجة. بعد الهدف الثاني حاول منتخب تنزانيا العودة إلى المباراة، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع المغرب